احنا من ناحيتنا اعتقد ان احنا قدمنا مباراه هايله جدا. فريقنا كان الافضل تكتيكيا داخل الملعب، وواضح من خلال الشوط الثاني ان احنا كنا افضل بدنيا. انا شايف ان الفريقين كان فيهم لعيبه صغيره، الفريقين فيهم لعيبه كوره كويسين جدا، واعتقد على الاقل هيبقى في 7 8 من الفريقين هيمثلوا منتخب مصر في ال10 سنين الجايين. كرة القدم ساعات ما بتخدمش الافضل، رغم ان انا في رايي ان احنا كنا الفريق الافضل النهارده، لكن النهارده احمد توفيق احرز هدف في نفسه وهو جول، وبعد كده احنا عملنا كل شيء ممكن فنيا عشان نعود للقاء مره ثانيه، وبالفعل حصلنا على ضربه جزاء، لكن ربنا ما ارادش ان فتح الله يعني يحرز هدف. ببارك للنادي الاهلي مره ثانيه، وبشكر لعيبتي على المجهود الكبير اللي هم عملوه، فخور بان انا مدربهم، لان رغم الضغوط النفسيه الكبيره اللي كانوا بيمروا بيها قبل اللقاء، ولكن الحمد لله احنا جهزناهم بشكل جيد جدا. بشكرهم على المجهود، وباكد ان احنا بنرفض ان احنا نستسلم. خسرنا اللقاء، كنا نتمنى ان لا نخسره. عندنا مباراتين جايين امام سموحه وبتروجيت، هنحارب لغايه اخر دقيقه املا في الحصول على بطوله الدوري. قبل كل مباراه اهلي والزمالك دايما بنتكلم عن الغيابات اللي موجوده عند النادي الاهلي. صحيح في غيابات، لكن الغيابات دي ليها اسباب. انا مش شغلتي ان انا اقول الاسباب دي، الغيابات دي لاسباب مختلفه، سواء الاصابات ليها اسباب، اللعيبه اعتزلت ليها اسباب، كل حاجه في كره القدم ليها اسباب. احنا بنمر بظروف، النادي الاهلي بيمر بظروف. احنا كنا عارفين ان النادي الاهلي رغم الغيابات اللي عنده ان هو عنده لعيبه متميزه جدا، عنده جهاز فني على اعلى مستوى، عندهم خبرات كبيره، عندهم جزء مهم جدا وهو العامل النفسي، ان هم بقالهم فتره بيكسبوا نادي الزمالك، ودي نقطه انا النهارده حاولت على قد ما اقدر انا والجهاز اللي معايا ان احنا نكسرها. الغيابات اثرت على الفريقين انا في رايي، وزي ما انا قلت احنا حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نعود اللقاء بعد ما تاخرنا بهدف، لكن ربنا ما ارادش ان احنا نرجع. بين الشباب في الفتره اللي فاتت غير كل ما يكون رغم الغيابات اللي عندي، ولكن ان شاء الله يمكن في ناس تتعصب مصابين، ويمكن عماد متعب ان شاء الله الفتره القادمه يكون معانا. وليد سليمان طبعا رجع وبيتمرن معانا، ولكن وليد يمكن بمصداقيه قال ان هو مش هيقدر يشترك في هذه البطوله لانه عنده برضه يمكن لسه ضعف العضله. عماد متعب هو الوحيد اللي ممكن ان شاء الله يخش معانا. الاداء الاهلي والزمالك دائما بيبقى فيه شيء من التوتر، وانا عندي لعيبه عدد كبير من اللعيبه خبراتها قليله جدا، في عنصريه من الشباب، وفي عناصر ايضا تريزيجيه وعناصر صغيره. كان صبر رحيل النهارده برضه من العناصر اللي كانت متوتره جدا، بحيث ان هو بيلعب ضد نادي قديم. فانا بقول في ظل هذه الظروف وظل هذه الغيابات، انا بشكر لعيبتي كويس قوي، وبشكر لعيبتي من كل قلبي ان هم فعلا لعبوا اللقاء برجوله، بغض النظر اذا كنت ممكن في اخر برضه 5 دقائق ضاع مني فرص سهله جدا كنت ممكن اسجل منها، ولكن الحمد لله ان شاء الله بسعى لاحراز بطوله للنادي الاهلي في ظل هذه الغيابات وفي ظل هذه الظروف القاسيه جدا على لاعبي النادي الاهلي وعلى جهاز النادي الاهلي وعلى جماهير النادي الاهلي وعلى الناس كلها اللي هي حاسه وفعلا بتشعر ان فرقه النادي الاهلي فعلا ناقصه على الكيزمانيا. وانا بقالي 3 ايام بكلم كريم وبكلم رمضان وقلت لهم ان انتوا ان شاء الله هتبتدوا اللقاء اهلي وزمالك، ومش عايزكم تخافوا، وعايزكم تبقوا فيه ثقه، وعايزكم تبقوا فيه اداء، ما تقلقوش مع ان مباراه اهلي وزمالك. ولكن النقطه الجميله قلت لهم ما فيش جماهير، دي اللي هتخليكم تلعبوا بارتياحيه وتلعبوا ايضا باداء كويس. والحمد لله النهارده الولاد كانوا كويسين، الحمد لله ربنا وفقهم. الشد اللي جالهم طبعا نتيجه الاجهاد ونتيجه الضغط العصبي فعلا بيبان ان اللعيب الصغير واللعيب اللي مش خبره ممكن يبقى فيه التوتر عامل مهم جدا، ان هو ممكن يجي له كرامب وممكن رجليه تشد، عشان كده غيرتهم وكان في تغيير حصل من رمضان وكريم بقى. مين لا نفس العدد تقريبا. اكثر فريق في الدوري اشرك لاعبين ناشئين وشباب هذا الموسم هو نادي الزمالك، اكثر فريق بالورقه والقلم. فالفرقتين بيمروا بمرحله انتقاليه، احنا والنادي الاهلي.
يعني انا شايف ان الغيابات زي ما قلت موجوده في الفريقين، واحنا الاثنين يعني الفريقين بيحاولوا ان هم يكونوا فريق جديد للمستقبل، وده واضح من خلال تعاقداتنا للموسم الجديد. احنا النهارده استخدمنا كل الادوات اللي معانا ان احنا نطلع فايزين باللقاء، وزي ما قلت لعيبتي عملوا مجهود كبير جدا ان هم يحاولوا يرجعوا باللقاء بعد ما دخل فيهم هدف عكس سير اتجاه اللقاء زي ما الناس كلها كانت شايفه. وبالفعل حصلنا على ضربه جزاء لو كنا احرزناها انا في رايي ان احنا كنا هنكسب المباراه، لكن هي دي كره القدم، انت بتعمل مجهود وبتعمل اللي عليك. احنا كجهاز عملنا اللي علينا ولاعيبتنا عملت اللي عليها، لكن ربنا ما كانش